جوردن بيلفورد اللي معروف برضه بذا وولف اوف ذا وول ستريت. وول ستريت ده هو شارع في امريكا اللي فيه شركات المضاربه بالبورصه، الاوراق الماليه، الاسهم والى. والاسم اللي مشهور بيه اللي هو ذا وولف اوف ذا وول ستريت هو نفس الفيلم اللي اتعمل عنه واللي جسده ليوناردو دي كابريو. جوردن بيلفورد كان من الشخصيات البارزه في عالم الاستثمار في فتره الثمانينات والتسعينات، واحنا النهارده هنحكي قصته من اول ما بدا يعمل ملايين بطرق ذكيه وسريعه لغايه ما انهارت الامبراطوريه بتاعته ودخل السجن. ودي لو اول مره تسمع فيها قصه جوردن بيلفورد فدي واحده من القصص اللي عمرك هتنساها في حياتك، فما تنساش تعمل لايك. وخلينا نبدا. في بدايه حياه جوردن بيلفورد هو اتولد في عائله متواضعه، ابوه وامه كانوا محاسبين، وفي بدايه كاريره بدا مشروع عربيه ايس كريم على الشواطئ هو واصحابه. وفي الفتره القصيره اللي اشتغل فيها هو وصاحبه إليت على عربيه الايس كريم عمل $20,000. وفي البدايه اصلا جوردن بيلفورد كان عايز يكون طبيب اسنان، وقدم فعلا في كليه الاسنان في جامعه ميريلاند، بس ما كملش كتير لان في اول يوم ليه عميد الكليه قال له ان هو مش هيعمل فلوس كتير كطبيب اسنان لو ده اللي انت جاي عشانه. فجوردن بيلفورد ساعتها استنتج ان هو في المكان الغلط ومرضيش يضيع وقت كتير ومشي على طول. فزي ما تقول ان هو اخذ بالنصيحه وساب كليه الاسنان حتى قبل ما يبدا. والصراحه ده اللي المفروض اي حد يعمله. لو انت شايف نفسك في المكان الغلط اجري على اللي انت عايزه، بس المشكله ان مش كل الناس عندها نفس الجراءه دي ان هي تسيب الحاجه او زي ما تقول الشغلانه المستقره اللي في ايدينا دلوقتي عشان اروح احاول احقق حاجه مش ضامنها. ودي مشكله اغلب الناس اللي بتحاول. وبعدين جوردن بيلفورد بدا مشروع تاني ان هو يروح يخبط على البيوت ويبيع لهم اسماك ولحوم. بعدين قدر ينمي البيزنس بتاعه وعين تحتيه كام واحد يشتغلوا معاه في وقت قليل جدا، في كام شهر بس للاسف البيزنس انهار في وقت قصير جدا، وجوردن بيلفورد اعلن افلاسه في سن ال 25. وجوردن بيلفورد في اواخر الثمانينات قال يجرب في حاجه تانية خالص، بس قال يجرب مهاراته الاستثنائيه في البيع في مجال تاني خالص وهي سمسره البورصه. وساعتها كان في اعلى فتراته، ومن حظه يخش الشغلانه في الوقت الصح ويشتغل سنتين في شركه ذا بيوتيفول عشان يقدر يكون سمسار بورصه او ستوك برو. وبدا شغله كمتدرب في شركه ال اف روثشايلد، ودي شركه سمساره بورصه في منهاتن. والشركه كان فيها اضطرابات كتير بعد انهيار سوق الاسهم سنه 87، وساعتها جوردن خسر شغله في الشركه وكمل تدريبه في شركات تانية منها شركه دي اتش بلاير واف دي روبرتس سكيورتي وانفستمنت سنتر. وشركه اف دي روبرتس اعلنت افلاسها في سنه 89 بعد سنه واحده بس مما بدا جوردن يشتغل معاه. وبرغم التشتت والشحطاطه من شركه لشركه عشان يقدر بس يكمل تدريبه، الا ان جوردن قرر ان هو خلاص فاهم كل حاجه من مداخل ومخارج الشغلانه، وقرر ان هو خلاص هيقدر يكون سمسار ناجح من سنتين بس. بالنسبه لجوردن المشكله الوحيده كانت عدم الاستقرار والتشتت من شركه لشركه عشان بس يقدر يتثبت في الشغلانه. فجوردن بيلفورد قعد وسال نفسه كده تعمل ايه لو انت مش قادر تتثبت في الشركه عشان تكبر في المجال اللي انت فيه؟ تعمل مجال من اول وجديد. جوردن عمل الشركه الخاصه بتاعته وسماها ستراتن سكيورتي، وكانت في مكتب صغير كده في وكاله بيع سيارات في كوينز، وكل ده وهو عنده 27 سنه بس. وبدا الشركه بتاعته بكام واحد يعرفهم، كان منهم كريس جرين ده اللي كان بيشتغل معاه برده في شركه انفستمنت سنتر، وكان برده شغال معاه سواق في ايام اللي جوردن كان بيبيع فيها لحمه وسمك. وفي خلال 5 شهور بس ستراتن سكيورتيز عملت $250,000، وبالدخل الضخم ده عملوا ريبراندنج للشركه كلها وبداوا حاجه اضخم بكتير وهي ستراتن اوكمان. ستراتن اوكمان كانت بدايه سنين السقوط بس بشكل مثير جدا لجوردن بيلفورد واي حد اشتغل معاه في الوول ستريت. وفي التسعينات شركه السمساره بتاعت جوردن بيلفورد كانت التوب بمعنى الكلمه، يعني حرفيا ما فيش بعد كده. اي سمسار شاب كان عايز يكون حاجه، او حتى الناس الكبيره اللي كان ليهم اسماء في المجال كله كان عايز يشتغل في الشركه. والشركه في الوقت ده كانت احتلت سوق الاسهم كله وجذبت انتباه شركات كبيره جدا من شركات التمويل. وجوردن بيلفورد كنت تقدر تقول عليه الروك ستار بتاع الستوك بروكرز كلهم في العالم ساعتها. وجوردن بيلفورد ما خدش اللقب ده كده، لا هو احتفل بغباء وصرف ببذخ جدا، يعني كان يقشر كده ياخد العشاء بتاعه مع الاغنياء والمشاهير. ومع ذلك لو بصينا على حياه جوردن بيلفورد ساعتها مش زي ما كان بيتقال، لا هو حرفيا كان نصاب ومحتال ومستني يتقبض عليه. وفي الفتره بتاعت ستراتن اوكمان جوردن بيلفورد وشريكه داني بورش ارتكبوا جرائم كتيره جدا، وارتكبوا عمليات نصب كتيره جدا زي مثلا عمليات الضخ والتفريغ اللي كانوا بيعملوها للاسهم. بص، عمليات الضخ والتفريغ دي ان هم كانوا بيحطوا فلوس كتيره جدا في اسهم معينه ويقولوا للعملاء ان هم يشتروا منها، فبعد ما العملاء بتحط فلوس كتير قوي في الاسهم دي قيمه الاسهم بتعلى، ولما الاسهم بتكون في القمه بتاعتها بيبيعوا كل المنتجات بتاعتهم باعلى سعر وبعديها السهم بيقع، فالناس تكون خسرت فلوسها وهم خدوا الفلوس دي حطوها في جيوبهم. ومش كده بس، لا ده كانوا بيجمعوا المشاهير، المستثمرين الكبار، الاغنياء، اي حد معاه فلوس وعايز يطيرها يكلموهم ويضغطوا عليهم يشتروا في اسهم معينه اللي عليها مضاربه عاليه عشان هم يكسبوا من وراهم. وفي 1991 ستراتن اوكمان انتجت اكتر من $30 مليون وكان عندها اكتر من 150 موظف، ومعظم الموظفين دول كانوا من الشباب وكان عندهم احلام
الان بقى ان هم يشتغلوا مع اكبر اسماء في السوق وان هم يجيبوا اكبر قدر من المال في اقل وقت ممكن. بس للاسف كل القصص الوحشه بتبدا كده. وتكمله للهرج والمرج، الموظفين الجداد وخصوصا الشباب يعني كانوا بيضغطوا على العملاء بشكل عنيف جدا عشان يشتروا في اسهم معينه، وده كان بتكنيك معين من الراجل الكبير نفسه وسماه الكوداك بيتش او ملعب كودا. من الاخر كان بيقول لهم انحلوهم، ما تخليش اي حد فيهم معاه اي فلوس، دونت تيك نو فور ان انسر. ومحدش فيهم كان بياخد لا كاجابه. حرفيا الشركه كانت بتغلي، مش كلام كيوت اللي هو طب يا فندم فكر، لا طب ممكن يكون ده احسن، لا مفيش الكلام ده. جوردن بيلفورد كان بيزنس بتاعه بجد، وكلهم كانوا بيخلوهم يعملوا حاجات متخلفه تحت مفهوم تشيسنج بروفيت. معنى مفهوم تشيسنج بروفيت ان انت مثلا لما تحط فلوسك في حاجه معينه وبتخسرها فانت بتقول لا ما انا احط فلوس اكتر عشان اكسب واعوض الكلام ده. هم كل ده عمالين يسحبوا منك وانت حمار ولا فاهم. مش انت طبعا، انت حبيبي عملت سبسكرايب صح ولا لسه؟ اعمل سبسكرايب عشان تشوف الحلقات الجديده، ادخل القناه لف لفه كده في الفيديوهات القديمه، اعمل لايك كده مشي الشغل. المهم كانوا بيقولوا لهم خد فلوس عيالك، خد الفلوس اللي في البنك، ارهن بيتك، بيع الذهب، اعمل اي حاجه، المهم لازم تعوض الخساره اللي انت خسرتها. وكانوا بيخلوهم يشتروا في الاسهم تعلى، ستراتون اوكمان تبيع الممتلكات بتاعتها، السهم يقع، الناس تخسر فلوسها. وحرفيا في ناس كانت بتدمر حياتها بسبب الموضوع ده. ستراتون اوكمان كانت بتاخد اطنان من الفلوس دي، كل ده بسبب غباء العملاء. ما حدش فيهم كان بيفكر، او بمعنى صح ما حدش فيهم كان مديهم مساحه ان هم يفكروا، كان على طول ضغط ضغط ضغط، ما كانش في ايديهم حاجه غير ان هم اوكي هنشتري. بالرغم من ان ستراتون اوكمان بدات تشكل خطر، الا ان بيلفورد ما بقاش يعني ما قالش هد اللعب ولا اي حاجه، بالعكس ده بقى بيوظف ناس الشباب اللي هم اصحاب الخبره اللي كانوا بيتقدموا باعداد كبيره جدا كل يوم. مع ان اللي كانوا بيعملوه ده جريمه، بس شركه ستراتون اوكمان ما سابتش حد يعني من السماسره بتاعتهم ما دلعتوش من الاخر. الموظفين كانوا بيكسبوا مبالغ كبيره جدا، وعلى حسب مجله فوربس الموظف كان بياخد له متوسط $85,000، وده مبلغ مهول بالنسبه لاي موظف. $85,000 ان هو يبقى سمسار بورصه، that's a lot، that's fucking a lot. ومجله فوربس برضو سلطت الضوء كذا مره على العمليات المشبوهه اللي الشركه بتشتغل بيها، بس طبعا ما حدش قدر يقول كلام صريح عشان بس الموضوع كده كان واضح لاي حد عنده عينين. ومع بدايه سقوط الامبراطوريه جوردن بيلفورد قال بنفسه في انترفيو قبل كده ان انت تقدر تبقى غني بسهوله لو ما اتبعتش الرولز اللي هي القواعد. بس بالنسبه لجوردن بيلفورد واصحابه والحاشيه بتاعته يعني هم حرفيا فشخوا الرولز، كانوا بيدوسوا عليها كانها مش موجوده. من اول جوردن بيلفورد لاصغر واحد في الشركه كانوا كلهم عايشين غنى فاحش، كانوا بيجيبوا اي حاجه تتخيلها، اي حاجه تيجي قدامهم، من فيلا لشقق لعربيات لساعات لاي حاجه، اي حاجه تتخيلها. وطبعا دي كانت ريد فلاج وجذبت انتباه الناس الغلط. وطبعا جوردن بيلفورد نفسه اشترى حاجات خياليه، كان بيشتري عربيات، عنده هليكوبتر، عنده قصر، كان جايب يخت غالي جدا، فتح حسابات بره في سويسرا وخلى اصحابه واهلهم يلزقوا الفلوس دي على جسمهم ويسافروا بيها يهربوها لبره. وفي نفس الوقت ده اتنشر ما بين الاغنياء والمشاهير مخدر جديد اسمه الكويلود. طيب الكويلودز ده هو منوم، وما خدش فتره من الناس عشان يكتشفوا ان انت لو عديت اول 20 دقيقه من غير ما تنام هيعمل لك دماغ بنت لذينه. المهم وفي اللوب اللي هو شغال فيها دي، من مخدرات لحفلات لغنى فاحش لإلخ يعني، جوردن بيلفورد دخل في ادمان خطير جدا للمخدر ده، وعمل كذا حادثه، منهم واحده اتذكرت في الفيلم اللي كانت معموله عنه اللي هو ذا وولف اوف وول ستريت، وهي دي قال ان هي نفس التفاصيل اللي اتعملت بالظبط في الفيلم. مع بدايه ادمان المخدرات وزياده اهماله في كل حاجه في حياته، جوازه الثاني بدا يضطرب برضه. وكمان في الشركه الاحتيال والجنس وتعاطي المخدرات بقى زي ما تقول اللايف ستايل في ستراتون اوكمان، وبسبب الكلام ده السلطات ابتدت تنتبه. وفي 1992 بدات الاوراق الماليه والبورصه الامريكيه تحقق في جوردن بيلفورد والشركه بتاعته. وفي سنه 94 اتمنع رسميا من مجال الاوراق الماليه اللي هي البورصه والتداول والخ يعني. وطبعا كل اللي اتنصب عليه بعد شكاوى للسلطات، واتضح للناس ان شركه بيلفورد مش زي ما الناس كانت فاكراها. وصفته مجله فوربس ان هو النسخه التويستد من روبن هود اللي كان بيسرق من الاغنياء ويدي الفقراء، وفي الحاله دي الفقراء هو نفسه والجيش الصغير من السماسره المحتالين اللي شغالين معاه. وتفكير جوردن بيلفورد بالطريقه دي ما شافش ان هو اللي كان بيعمله ده حاجه وحشه اساسا، لا ده في بعض الاحيان ممكن تكون حاجه حلوه اصلا. جوردن بيلفورد رجل اعمال محتال في مره من المرات قال احنا بنتعاقد مع مستثمرين اصحاب الثروات العاليه، ما كنتش هقدر اتعايش مع نفسي لو انا كنت بتصل بناس بيقبضوا $50,000 بس سنويا، واني بكده باخد مصروفات اطفالهم الدراسيه. وفي ظل الوقت اللي الاس اي سي كانت بتحقق في الموضوع، الشركه شدت انظار اكتر ليها زي الان اي اس دي والاف بي اي. وستراتون اوكمان اتقفلت اخيرا واتطردت من الان اي اس دي في سنه 96، والسقوط بتاعه كان بسرعه جدا، وده اللي خلاه يكتشف ان عدد من شركائه القريبين والناس كمان اللي ساعدوه ان هم يخرجوا فلوسه بره كانوا شغالين مع الاف بي اي. والاف بي اي كان بيحقق معاه في قواضي غسيل اموال وعدد تاني من قواضي النصب والاحتيال. وزي ما الكارير بتاعه كان بينهار، حياته الشخصيه برده كانت بتنهار، والادمان بتاعه المخدرات خرج عن السيطره خالص، للدرجه اللي خلته في مره يضرب مراته ساعتها نادين وهو شايل بنته، وفي نفس المره دي كان بيحاول كمان يخطف عياله. بس خوفا عليه وعلى عيلته قررت ان هو يعملوا له ريهاب او اعاده تاهيل عشان يقدر يبطل مخدرات. وبعد شهرين بالظبط لما بقى
سوبر فايق يعني بطل مخدرات. الاف بي اي they paid him a visit، واعترف ساعتها جوردن بيلفورد بنظام الاحتيال اللي هو الضخ والتفريغ اللي كان شغال عليه باستمرار، واتقال انه نصب على اكتر من 1500 مستثمر وباكتر من 200 مليون دولار. وتوجهت لائحه الاتهامات ساعتها لجوردن بيلفورد سنه 99 واللي اتحكم عليه فيها ب4 سنين مع غرامه 110.4 مليون دولار. لو جيت دلوقتي حالا تكتب على جوجل جوردن بيلفورد نت وورث او ثروه جوردن بيلفورد هتلاقيها ماينس 100 مليون. طبعا ما تصدقش اي حاجه مكتوبه على جوجل، محدش يعرف هو اكشلي معاه كام يعني. بس بعد تعاونه مع السلطات ووضح لهم طبعا معلومات كانت معقده بالنسبه لهم، نزلت العقوبه بتاعته من 4 سنين لسنتين واقل من سنتين كمان. هو فعليا قضى 22 شهر بس في السجن. طب بعد القصه دي كلها جوردن بيلفورد فين دلوقتي؟ جوردن بيلفورد وهو في السجن علم نفسه انه يعرف يكتب. مش معنى كده ان هو كان جاهل، لا هو عايز يكتب بطريقه صحيحه عشان يقدر يطلع بيها كتاب، لان مش اي حد بيكتب كتاب، الموضوع بيبقى صعب. ونزل كتاب فيه قصه حياته من اول ما بدا لغايه ما دخل السجن، واللي سماه ذا وولف اوف وول ستريت، واللي نزل سنه 2006. والسيكوال بتاعه كاتشينج ذا وولف اوف وول ستريت، واللي نزل في سنه 2007. انتقل دلوقتي للوس انجلوس عشان يقدر يكون قريب من ولاده، وبدا بزنس جديد وقال ان هو اتغير تماما، والبيزنس ده اسمه ستريت لاين، ودي شركه مكرسه للتدريب القانوني على المبيعات وبناء الثروه. ودلوقتي جوردن بيلفورد شغال مخطط تحفيزي اللي هو موتيفيشنال سبيكر، وبيعمل بودكاستات زي اللي كان مع لوجان بول. لو انت جاي من الفيديو بتاع لوجان بول ف لايك سبسكرايب. وبيعلم الناس طريقه النجاح. وفي الوقت اللي تفكر فيه ان جوردن بيلفورد مش احسن واحد تاخد منه النصيحه، بس لغايه دلوقتي هو ستيل عنده قاعده جماهيريه كبيره جدا. وهو حاليا بيكسب من عائد الافلام والكتب الفخريه، بالاضافه طبعا للمشاريع بتاعته التجاريه. ولغايه دلوقتي لسه ما دفعش الغرامه اللي عليه، هو سدد بس حوالي 14 مليون بس من اصل 110.4 مليون. وطبعا ارشح لكم فيلم ذا وولف اوف وول ستريت، هو طبعا بلس 18 بلس 80 اساسا، فلو اتفرجت عليه اتفرج عليه لوحدك. وحقيقي هو من اروع افلام ليوناردو دي كابريو، وحرفيا التمثيل كله ما فيهوش اي غلطه. حقيقه تستمتع بالفيلم ده جدا. وبس يا سيدي، دي كانت كل حاجه عندي الفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وشكرا لوصولكم لنهايه الفيديو. اتاكد ان انت تكون عامل لايك ومشترك في القناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. اعمل لي فولو على انستجرام لو عايز تشوف كواليس الفيديوهات اللي احنا بنعملها دي، وبرده لف لفه في القناه وشوف الفيديوهات القديمه. قول لي طبعا رايك في الكومنتات. انا مش مار، واشوفكم في فيديوهات ثانيه. سلام. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.